السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير، وإن شاء الله خوتي تكونوا في ألف صحة وألف عافية. جيت خوتي اليوم برفيس التونسي، نديرو خوتي بطريقة هايلة بزاف. نديروه يجينا هش كيما راكم تشوفوا كذا خوتي، نعطيكم أسرار باه بربي إن شاء الله راح يجيكم رفيس طري ويجيكم ما شاء الله. تابعوني فقط خوتي للأخير، راح نديرو رفيس راح ينال إعجابكم وينال رضاكم بإذن الله. راح تديروه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نبداو خوتي على بركة الله في قصعة. كنت أنا جبت رطل تاع غرس، الغرس تاع الكاشتي هذاك عادي. خوتي نعجنوه في الأول، نبداو نديرو الزيت. كنت أضفت في الأول ملعقتين كبار تاع زيت. نعجنوه في البداية هكذا كيما راكم تشوفوا يا خوتي. المهم نبقاو نعجنو فيه واحد لمدة ربع ساعة ولا 20 دقيقة باه نتحصلوا على وهذا السر الأول باه يجينا الرفيس تاعنا هش. نعجنوه واحد لمدة ربع ساعة و20 دقيقة حتى يطرى هذاك الغرس ويجي ما شاء الله. نحطو خوتي في كيس غذائي كيما راكم تشوفوا كذا خوتي، نحطوه على جنب ونروحوا في مقله نديروا ثلث كيسان ونصف تاع دقيق متوسط. نقليوه خوتي بطريقه نكون تقليته هكذا في مقلاة. تقدروا تقليوه في طاجين ولا في اي حاجه، مهم تقليوه بطريقه متساويه. كنت خوتي نقصت النار حطيته في مقله هكذا ونبقى نحرك فيه حتى نتحصل على دقيق يكون محمر فقط، ماهوش ما نحرقوهش ولا نقليوه بزاف، نحمروه فقط ونقليوه بطريقه متساويه. نقليوه جيدًا خاوتي، نبقاو نحركوا فيه إلى حتى الآخر كيما راكم تشوفوا كذا خاوتي. نبقاو نحركوا فيه كيما راكم تشوفوا بالمغرفة، ونبقاو نحركوا فيه هكذا كيما راكم تشوفوا كذا خاوتي حتى يتقلى لنا في الأخير. وهنا في خاوتي كيما راكم تشوفوا رحت للقصعة، حطيت هذاك الغرس تاعي طرحته هكذا في القصعة وحطيت عليه الدقيق وهو سخون باه وهذا ثاني كذلك سبب ثاني باه يجينا الرفيس تاعنا هش. نحطوا رشة تاع ملح باه نسويو الطعم تاعنا للرفيس تاعنا، ونضيفو 150 غرام تاع مارغرين. أنا كنت استعملت المارغرين. وهنا نديرو مبشور تاع ليمونة، وهنا راح يعطيكم نكهة هايلة بزاف للرفيس تاعكم، رايحين تحسوا بها كي تعودوا تاكلوا فيه. وهذا السر خوتي الثالث اللي هو كنت استعملت 3 ملاعق تاع عسل، عسل عادي والله تقدروا تستعملوا اللي عنده، وعلاش لا يستعمل العسل الطبيعي راح يكون فيه فايدة لوليداتنا. وهنا كنت في الأخير استعملت 100 غرام تاع سمن نباتي. كان خوتي كيما راكم تشوفوا كذا كنت ذوبته وخليته ونضيفوه بشوية خوتي ونعجنوا الرفيس تاعنا. وهذا سبب راح يعطي الرفيس تاعنا هشاشة وراح يعجبكم ويجيكم بإذن الله وراح ينال رضاكم وراح تدعيوا لي دعوة خير إن شاء الله. نعجنوه حتى نحسوا به باللي راح يولي تجمل معنا كيما راكم تشوفوا خاوتي غير باليد هذا خاوتي كيما راكم تشوفوا. تسمى نعرفوا باللي الرفيس تاعنا راهو واجد باه نموليوه إن شاء الله. أنا كنت استعملت المول هذا، كنت استعملت هذا المول، وانتم تقدروا تستعملوا اي مول ولا تكربعوه بطريقه بسيطه هكذا غير بيديكم. ديروه كريات وراح يجي ما شاء الله. انا كنت استعملت المول هذا، المول يوه خاوتي اكل على بعضه بالطريقه هذه ونقدمه في صحن التقديم. ان شاء الله خاوتي شهيتكم في الجنه، اللي سخف ان شاء الله شهيته في الجنه. الف صحه والف عافيه على قلوبكم. ان شاء الله خاوتي جربوه وينال اعجابكم. ما تنسونيش خوتي دايما كما نقول لكم بالمتابعة والمشاركة والضغط على زر الجرس باه يلحقكم كل المنشورات. ما تنسونيش خوتي دايما كما نقول لكم بالدعاء ثم الدعاء. إلى اللقاء خوتي في حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.